طلبت منه يتجوزها علشان يصلح غلطته، ولما رفض لعبة جدية خلصت عليهم. هنية 21 سنة عايشة مع أمها وأخوها الكبير. في يوم تليفونها بيبوظ فبتروح لمحل موبايلات، وهناك بتتعرف على عمرو. وبعد كام زيارة من هنية لمحل عمرو بيحصل بينهم إعجاب اللي بيتطور بسرعة لعلاقة عاطفية، وبقوا يتقابلوا في المحل وفي أماكن تانية. وفي يوم أحمد أخو هنية الكبير وهو راجع بالليل للبيت بيشوف عربية واقفة جنب حديقة في منطقة نائية من الناس، ولما بيمشي جنب العربية بيلاحظ إن العربية دي فيها 2 ولد وبنت، فالفضول بيخليه يبص أكتر، فبيلاقي هنية أخته في أحضان عمرو. بيتعصب ويحاول يفتح باب العربية لكنها كانت مقفولة من جوه. هنية بتتخض وتقول لعمرو إن ده أخوها. أحمد فضل يخبط على إزاز العربية علشان يكسره. في نفس الوقت ده عمرو بيدور العربية وبيمشي بيها بأقصى سرعة، وأحمد بيجري ورا العربية لكن ما بيقدرش يحصلها. في الوقت ده عمرو بيوصل هنية لأقرب مكان لبيتهم ويسيبها ويمشي، وهنية بتروح على البيت وتدخل غرفتها وتقفل الباب عليها من جوه. وبعد شوية أحمد كان وصل وسأل أمه عن هنية فقالت له في أوضتها. أحمد بيفضل يخبط على الباب ويحاول يفتحه لحد لما كسره ودخل عليها ومد إيده عليها جامد. في نفس الوقت الأم مش فاهمة فيه إيه، فأحمد قال لها إنه شاف أخته راكبة عربية مع شاب وفي وضع مش كويس. أحمد وهو بيمد إيده عليها كسر دراعها علشان يعرف مين الشاب اللي كانت معاه، لحد لما عرفه وعرف محله. وأحمد راح له على المحل لكن ملقاش عمرو، وفضل يسأل عليه لحد لما وصل له. وحصل وقتها خناقة جامدة جدا بينهم، ومد إيده عليه جامد وحذره لو قرب تاني من أخته هيخلص عليه. وبعد حوالي شهر على الواقعة وهنية محبوسة في البيت، هنية بتفضل تتحايل على أمها علشان تنزل، وبعد إلحاحها الأم بتوافق. فهنية أول لما بتنزل بتروح لعمرو على المحل. عمرو قال لها إنه مش عايز مشاكل وإنه بحبها بس ظروفه المادية ما تسمحش يجي ويتقدم لها. وبعد كلام ولوم وعتاب بينهم بيتفقوا إنهم يرجعوا ويكلموا بعض تاني ويتقابلوا بس في السر. عمرو بيدي هنية موبايل صغير بخط علشان تكلمه منه لأن أخوها كان أخد الموبايل بتاعها، وفعلا هنية بتاخد الموبايل وبقت تكلم عمرو فيه. وفي يوم بيتفقوا يتقابلوا. المحل بتاع عمرو وراه محل كبير بباب خارجي معمول جراج، وفي نفس الوقت الجراج ده معمول له باب تاني موصل لمحل عمرو، والجراج فيه عربية عمرو. في الوقت ده هنية بتروح له على محل الموبايلات وتدخل من الباب، وبعد شوية عمرو بيطلع ويأمن إن الشارع فاضي، وبعدها بيدخل ويقفل باب الإزاز بتاع المحل من جوه وياخد هنية ويفتح الباب التاني للجراج ويدخل هو وهنية في العربية ويقعدوا مع بعض. وطبعا بيحصل بينهم تجاوزات، وبعد ما بيخلصوا في الجراج بيطلعوا على محل الموبايل. عمرو يفتح باب المحل ويخرج ويطمن إن الشارع فاضي، وبعدها هنية بتطلع. ومع تعدد مقابلاتهم في الجراج بيحصل بينهم علاقة غير شرعية كاملة وبتستمر لمدة 3 شهور. واللي هيسأل أخو هنية إزاي ما خدش باله من غياب أخته أو خروجها، فبعد وفاة الأب أحمد كان بيشتغل ويرجع من شغله بالليل، أما الأم فكانت مريضة بالمرض الوحش ومن تعبها ما كانتش مركزة مع هنية. وبعد المشكلة دي أحمد اللي كان بيجيب طلبات البيت وحذر أمه تخلي هنية تنزل من البيت، لكن مع إلحاح هنية على أمها إنها تنزل وتتحجج إنها محبوسة في البيت وحجاجها إن لازمها طلبات، الأم بتوافق. وطبعا هنية كانت بتخرج من ورا أخوها أحمد. وفي يوم عمرو بيتصل على هنية يقول لها إنه عايز يقابلها النهاردة قبل ما يسافر، لأنه مسافر بكرة يجيب بضاعة للمحل واحتمال يقعد 2 أو 3. وهنية بتوافق وبتقول لأمها إنها تنزل تقابل صاحبتها يتمشوا شوية وتجيب طلبات ناقصاها وترجع على طول قبل أخوها أحمد ما يرجع. وفعلا هنية بتنزل وبتروح لعمرو على محل الموبايلات وتدخل، وعمرو بدخلها على طول على الجراج الداخلي اللي فيه العربية، والمرة دي ما قفلش الباب الإزاز لمحل الموبايلات من جوه، هو خرج من باب الجراج وبعدها طلع على الشارع ولف الناحية التانية وقفل باب محل الموبايلات من الخارج بالقفل، وبيرجع تاني للجراج ويقفله من جوه. ولما هنية بتسأله ليه قفل باب المحل من الخارج بيقول لها علشان لما يخلصوا علاقتهم يطلعوا على طول بالعربية ويبقى ينزلها في الطريق، وبعدها بيفتح الموبايل ويتفرجوا على فيلم مش كويس ويحصل بينهم علاقة غير شرعية، ويعدي يوم و2 لحد 3 يوم وأخبار هنية وعمرو انقطعت تماما. وفي نفس الوقت ده أخو عمرو لما بيتصل على أخوه وما بيردش عليه، فالأخ بيروح على المحل وبيلاقي القفل فبيكسره علشان يقدر يوصل لأي ورقة أو حاجة توصل للتاجر اللي أخوه عمرو مسافر له ويسأل عنه.
لكن أخوه بيتفاجئ برائحة كريهة خارجة من الجراج، ولما بيدخل بيلاقي جثة أخوه من غير ملابس وواحدة معاه بملابسها الداخلية. بيزعق وينادي على الجيران وبيتصلوا على رجال الأمن، وبوصولهم بيتم رفع البصمات وجمع أي أدلة جنائية. بالمعاينة المبدئية كان في آثار خنق حوالين رقبة عمرو وكدمات على جسمه وإيده. أما هنية خبطة قوية على راسها من الخلف. بعد تأكيد أخو عمرو إن باب المحل كان مقفول من الخارج، فكان في احتمالية إن في حد دخل المحل وشاف عمرو والبنت اللي معاه في وضع مش كويس، فخلص عليهم وبعدها خرج وقفل باب المحل من بره. وكان في احتمال كبير إنها تكون قضية شرف. بيتم تحويل الجثث للطب الشرعي وبالتحريات عن البنت اللي مع عمرو وأخذ صورتها، فما كانش في أي بلاغ اختفاء بمواصفات نفس البنت، لكن بالتحريات بيوصلوا إنها الهنية. فبيتم استدعاء أهل هنية وتحديدا أخوها. قال إنه ما يعرفش أي حاجة عن أخته من 3 أيام، وبسؤاله ليه ما بلغش باختفائها، فأخوها قال إن اليوم ده رجع من شغله بدري لأنه كان تعبان. ولما اكتشف إن هنية خرجت مع واحدة صاحبتها، فسأل صاحبتها دي عنها، قالت إنها ما شافتهاش أصلا، فعرف إنها خرجت مع شاب. ومش أول مرة هنية يمسكها مع شاب، آخر مرة قفشها مع واحد صاحب محل موبايلات اسمه عمرو، فعلشان كده اتخانق مع أمه لأنها خلت هنية تخرج رغم إنه محذرها. والأم بسبب المشكلة اللي حصلت دي تعبت ودخلت المستشفى، وحاليا في العناية المركزة، وهو انشغل مع مرض أمه وكمان في شغله علشان يقدر يغطي تكاليف علاج الأم. رجال الأمن كان بالنسبة لهم إجابة عمرو مش مقنعة. إزاي أختك تغيب 3 أيام بره البيت وما تسألش عليها ولا حتى تقدم بلاغ باختفائها؟ وبسؤاله عن مكان تواجده وقت الواقعة من 3 أيام، قال إنه بعد ما دخل أمه المستشفى كانت مواعيد الزيارة انتهت، ما قدرش يرجع للبيت وفضل قاعد قدام المستشفى علشان الأم لو تعبت أو حصل لها حاجة يبقى هو موجود معاها. وللأسف كان قاعد في ركن بعيد عن الناس وما كانش فيه شهود على كلامه. في نفس الوقت ده رجال الأمن بيكتشفوا وجود خلافات بين عمرو وشريكه على مبلغ مالي كبير، وشريكه هدده قبل كده إنه لو ما رجعلوش الفلوس هيخلص عليه. لكن بالتحريات شريك عمرو قدر يثبت وجوده في مكان وكان فيه شهود على كده. وباستجواب صديقة هنية لو عندها معلومات، قالت إن هنية عرفت إن عمرو هيخطب واحدة تانية، وقالت لها إنها هتروح تقابله وتواجهه وتطلب منه يجي يتجوزها لأنه غلط معاها. في نفس الوقت ده ما كانش في أي كاميرات حوالين محل الموبايل، فالاتهامات وقتها كانت موجهة لأخو هنية واللي كان عنده دافع قوي للتخلص من أخته وعمرو، وفعلا تم القبض عليه. في نفس الوقت بيطلع تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية اللي فجر القضية، وقال إن آخر حاجة لقوها على موبايل عمرو كان فيلم فيه ألعاب جدية. وبرفع البصمات ما كانش في أي بصمات غريبة في المكان، وآثار الخنق اللي موجودة حوالين رقبة عمرو مرجح إنها كانت من الحزام اللي لقوه واقع جنبه. أما الضربة القوية اللي كانت خلف رأس هنية من أثر دفعة قوية كانت في صدرها. وسبب موت عمرو هو الاختناق، أما سبب موت هنية نزيف حاد من أثر الضربة. السيناريو المحتمل إن أثناء علاقتهم الغير شرعية الحزام كان مربوط حوالين رقبة عمرو وحوالين إيده، وهدي كانت واخدة الوضع العلوي، وأثناء انفعالهم في العلاقة احتمال تكون فتحت عمرو في موضوع جوازهم، ولما رفض ضغطت على الحزام اللي حوالين رقبته جامد، ولأنه كان مقيد فما قدرش يدافع عن نفسه، ومع ضغط هنية على رقبة عمرو ما قدرش ياخد أنفاسه وحاول يدفعها بإيده على صدرها بقوة، فراسها انخبطت في إزاز العربية اللي كان فيه شرخ، وحصل بينهم شجار عنيف. عمرو مقيد بيدافع عن نفسه وهنية خربشته بإيدها لأن آثار الجلد اللي كان تحت أظافرها كان هو جلد عمرو. وبعد مشاجرة عنيفة عمرو مات أثر الاختناق، وهنية ماتت بعد نزيف حوالي نص ساعة. أما أخو هنية خرج بعد شهادة شاهد وهو راجل كبير كان قاعد مراقب عمرو وهو قدام المستشفى. الراجل ده مراته كانت في المستشفى ولفت انتباهه عمرو وهو قاعد بيبكي بحرقة، والقضية اتقفلت على كده. القصة دي حصلت سنة 2016 بمدينة البيضاء بليبيا. هنية لبيت الجنسية، أما عمرو سوري الجنسية. هنية خانت ثقة أهلها وسلمت نفسها لشاب كان بيضحك عليها، ويوم ما فكر إنه يتجوز فكر في بنت تصونه وتحافظ عليه مش واحدة مشي معاه، وللأسف الاتنين ماتوا على سوء الخاتمة، أسوأ موتة ممكن تحصل لحد.